يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل أسهل وأسرع طبق مكرونة. هنعمل مع بعض مكرونة بالفراخ والمشروم والوايت صوص. بجد طعمها في منتهى الجمال. لو ملكوش مزاج تطبخوا وفي نفس الوقت نفسكوا تاكلوا حاجة جديدة مش تقليدية، بجد ده أنسب طبق ممكن تعمله. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أول حاجة هستخدمها وهي نص كيلو من البانيه أو صدور الفراخ المخلية اللي متوفر عندك. انا استخدمت بانيه وهبدأ اقطعه شرايح بالشكل ده. ممكن تقطعه مكعبات لو هتستخدمي صدور فيليه. هبدأ اقطع الفراخ بالشكل ده، وبلاش نقطعها شرايح رفيعة قوي عشان ما تنشفش مننا وعشان طعمها كمان يبقى باين في المكرونة. يبقى هنقطعها يعني بحجم متوسط بالشكل ده. اول ما اخلص تقطيع الفراخ هبدأ اتبلها بشوية ملح وشوية فلفل اسود وهسيبها على جنب، وهبدأ اقطع في المشروم. طبعا انتوا عارفين ان المشروم ما بيتغسلش، فهنمسحه بفوطة مبلولة او منديل مبلول، وهنبدأ نقطعه شرايح بالشكل ده. واول ما اخلص كل كمية المشروم اللي معايا هسيبه برضو على جنب. هنرجع بقى للمكرونة وهنجيب بقى حلة على النار وفيها مية مغلية. هننزل بشوية ملح، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة، ونقطتين زيت بس عشان المكرونة ما تعجنش مننا. هتستخدمي اي نوع مكرونة بتفضليه. انا استخدمت مكرونة فوتوتشيني او مكرونة شرايح، هنلاقيها عند اي هايبر ماركت كبير. لو مش متوفرة عندك استخدمي اي نوع متوفر عندك، ممكن اسباجيتي او بنة، ما توقفيش نفسك يعني. هسيب المكرونة كده لحد ما تطرى شوية، وبعد كده هبدأ انزلها في الحلة بالراحة واحدة واحدة بالشكل ده. هسيب بقى المكرونة لحد ما تستوي، بس مش عايزاها تستوي خالص، يعني تستوي بنسبة 80% مثلا، عشان لسه هتاخد غلوة في الوايت صوص عشان ما تبقاش معجنة مننا. هنجيب بقى طاسة على النار وننزل بمعلقة زبدة وشوية زيت صغيرين كده علشان الزبدة ما تتحرقش. أول ما الزبدة تسيح بالشكل ده، ولازم طبعا تسخن كويس، هبدأ أنزل بقطع الفراخ اديها تشويحة. بس بقى النور قطع هنا معلش في الجزئية دي، فاستنيت بقى لحد ما النور جه وكملت معاكم الفيديو. المهم الفراخ هتنزل المية بتاعتها وهترجع تشربها تاني علشان تستوي، يعني احنا مش هنزود لها اي مية خالص، هي هتنزل ميتها وهتشرب ميتها في نفس الوقت لحد ما توصل للشكل ده. بعد كده هنزل بفص ثوم مفروم وهبدأ اديله تشويحة مع الفراخ، يعني تشويحة بسيطة كده لحد ما أشم ريحته بس. بعد كده هطلع الفراخ في طبق وهسيبها على جنب. في نفس الطاسة هنزل بمعلقة صغيرة من الزبدة، وأول برضو ما الزبدة تسيح هنزل بقى بالمشروم بتاعنا. طبعا المشروم انتوا هتلاقوه كتير بالشكل ده، بس هو حجمه هيقل خالص. هفضل أشوحه لحد ما حجمه يقل ويبقى بالشكل ده. هنزل عليه بفص ثوم مفروم، وبرضو هديله تشويحة بسيطة لحد ما أشم ريحة الثوم. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الدقيق. معلقة صغيرة من الدقيق دي علشان الكريمة تتقل معانا شوية، أو ممكن تستبدلوا المعلقة الصغيرة من الدقيق بربع معلقة من مية سلق المكرونة. بعد ما حمصت الدقيق مع المشروم والدقيق اختفى خالص، هنزل بقطع الفراخ مع المشروم وهديهم كلهم تقليبة مع بعض. وبعد كده هنزل بكوباية ونص من الكريمة. طبعا أنا عارفة إن كلنا مش في مقدرتنا نشتري كريمة، فممكن نستبدلها بحليب وعليه معلقة كبيرة من القشطة، وطبعا معلقة الدقيق الصغيرة اللي احنا حطيناها. هتلاقوا قوام الحليب تقل معاكم، وفي نفس الوقت معلقة القشطة ادت النكهة بتاعة الكريمة. ولو حابين مثلا ان انتوا تعملوا كمية كبيرة وما عندكوش الا شوية كريمة صغيرين، ممكن تعملوا ميكس بين الحليب والكريمة. بعد كده هبدأ أنزل بنص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسود، هديهم تقليبة. وبعد كده نزلت بقطع من الجبنة الموتزاريلا تدي طعم حلو للمكرونة. ممكن برضو لو ما عندكوش موتزاريلا تستبدلوها بجبنة نستو، بتبقى حلوة برضو جدا. هبدأ أديهم تقليبة مع بعض لحد ما الجبنة تسيح والخليط يبدأ يغلي بالشكل ده. هنزل بقى برشة من البقدونس المفروم واديت له تقليبة برضو مع الخليط. رشة البقدونس دي ادتي طعم حلو قوي ولون حلو كمان للمكرونة.
هسيب بقى الخليط بتاعي أول ما يبدأ يغلي شوية هنزل بيه المكرونة. نخلي بالنا واحنا بننزل بالمكرونة احنا مش هننزل بالكيس كله، احنا هننزل بكمية المكرونة على قد الطبق بس اللي احنا هنغرفه، لان المكرونة بالوايت صوص لازم تكون غرقانة في الصوص بتاعها بالشكل ده. هبدأ بقى اديها تقليبة واحدة واحدة كده لحد ما الاقي كل المكرونة امتزجت مع الصوص اللي احنا عملناه. المكرونة بتاعتنا بقت جاهزة وفي منتهى الجمال، سهلة وسريعة، ما خدتش اي وقت ولا مواعين كتير، وشكلها بس بيتكلم عن نفسها. جربوها وقوليلي رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.